ابعد عن المقارنة. احنا ما اتخلقناش زي بعض، مفيش حد بيشبه التاني يا شباب خالص. انت ليك شخصية معينة ودماغ معينة وتفكير معين، وبتعيش في ظروف معينة، واهلك مش زي اهل حد تاني، وذكائك مش زي ذكاء حد تاني، وطموحاتك مختلفة، وكل حاجة في حياتك مختلفة عن باقي الناس. فالمقارنة يا شباب ظالمة في كل الاحوال. ما ينفعش اقول فلان احسن مني ليه، مالكش دعوة. انت اشتغل على نفسك كل يوم، خليك احسن من اليوم اللي قبله، هتبقى احسن واحد. واللي يهمك انك تبقى احسن من نفسك كل يوم، بس مش اكتر. فلان لو وصل للسما انت ما خسرتش حاجة، فلان لو اتخسف بيه 7 ارض انت ما كسبتش حاجة. فانت ما تتحطش في مقارنة مع حد مهما كان الحد ده، مهما كان. والله يا شباب، والله جربوها، خصوصا البنات بيكونوا يعني حساسين في الامور دي شوية. الرجاله منفضين. يعني لو انت متعود تقارن نفسك بالناس، واحنا اصلا بنتربى وبننشأ على الفكر الخطأ دوت، ان لازم تكون احسن من ابن عمك، او احسن من بنت خالتك، او احسن من فلان، احسن من فلان. انت راجل دلوقتي كبير وناضج وعاقل، لو حضرتك بقيت بتفكر بإيجابية اكتر، ما بتقارنش نفسك بحد، بتحسن من نفسك بس. جرب بس 10 ايام كده، اسبوعين، وشوف تفكيرك وحياتك هتتحسن قد ايه. شيل الناس من دماغك، محدش بيفكر فيك. ما تعيش نظريه المؤامره، محدش عايز يعمل لك حاجه، انت مفكر كده بس. انت عايز تعيش في الوهم ده ومحدش مهتم. حبيبي فكر في نفسك، اجتهد وانجح لنفسك، ما تقارنش نفسك بحد. ابعد عن المقارنة. احنا ما اتخلقناش زي بعض، مفيش حد بيشبه التاني يا شباب خالص. انت ليك شخصية معينة ودماغ معينة وتفكير معين، وبتعيش في ظروف معينة، واهلك مش زي اهل حد تاني، وذكائك مش زي ذكاء حد تاني، وطموحاتك مختلفة، وكل حاجة في حياتك مختلفة عن باقي الناس. فالمقارنة يا شباب ظالمة في كل الاحوال. ما ينفعش اقول فلان احسن مني ليه، مالكش دعوة. انت اشتغل على نفسك كل يوم، خليك احسن من اليوم اللي قبله، هتبقى احسن واحد. واللي يهمك انك تبقى احسن من نفسك كل يوم، بس مش اكتر. فلان لو وصل للسما انت ما خسرتش حاجة، فلان لو اتخسف بيه 7 ارض انت ما كسبتش حاجة. فانت ما تتحطش في مقارنة مع حد مهما كان الحد ده، مهما كان. والله يا شباب، والله جربوها، خصوصا البنات بيكونوا يعني حساسين في الامور دي شوية. الرجاله منفضين. يعني لو انت متعود تقارن نفسك بالناس، واحنا اصلا بنتربى وبننشأ على الفكر الخطأ دوت، ان لازم تكون احسن من ابن عمك، او احسن من بنت خالتك، او احسن من فلان، احسن من فلان. انت راجل دلوقتي كبير وناضج وعاقل، لو حضرتك بقيت بتفكر بإيجابية اكتر، ما بتقارنش نفسك بحد، بتحسن من نفسك بس. جرب بس 10 ايام كده، اسبوعين، وشوف تفكيرك وحياتك هتتحسن قد ايه. شيل الناس من دماغك، محدش بيفكر فيك. ما تعيش نظريه المؤامره، محدش عايز يعمل لك حاجه، انت مفكر كده بس. انت عايز تعيش في الوهم ده ومحدش مهتم. حبيبي فكر في نفسك، اجتهد وانجح لنفسك، ما تقارنش نفسك بحد.